وسهلا بيكم في لقاء جديد هنتعلم فيه حاجة جديدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بعنوان مين هم النجوم الحقيقيين في حياتنا. احنا دايما نسمع عن النجم الفلاني، النجم العلاني، نجم في أي مجال، لكن مين النجوم الحقيقيين؟ النهارده مش جايين نتكلم عن النجوم اللي بنشوفها في التلفزيون أو النجوم اللي بنشوفها في السماء، لا احنا جايين نتكلم عن النجوم اللي ماشيين معانا في الشارع، النجوم اللي بيشتغلوا جنبنا، النجوم اللي بيعلمونا. قبل ما أبدأ عاوز أسألك سؤال، مين في رأيك هو النجم الحقيقي؟ هل اللي عنده شهرة، فلوس، ولا اللي بيسيب بصمة حلوة مؤثرة في حياتك وحياة الآخرين؟ جاوب على السؤال ده في التعليقات وقول لي وجهة نظرك. طب النجوم الأصلية مين هم؟ النجوم بجد، النجوم هم اللي اتكلم عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تباركت يا سيدي يا رسول الله، اللي قال عليهم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. يعني ايه؟ يعني زي ما النجوم بتوجه البحارة في الظلام، الصحابة كانوا يوجهوا المسلمين لطريق الحق. طب ليه بقوا نجوم؟ سؤال بيتبادر في أذهاننا جميعا، ليه الصحابة بقوا نجوم؟ مش عشان كانوا مشاهير، لا الحاجات دي يبقى نجوم لأنه كان مبني على حاجات معينة. ايه الحاجات دي؟ أول حاجة الإخلاص كان شعارهم، كانوا كل حاجة بيعملوها كانت خالصة لوجه الله الكريم، صلاتهم، جهادهم، حتى حياتهم العادية، بيوتهم، ما كانش في حاجة اسمها رياء، مفيش حاجة اسمها شافوني، لا، الإخلاص كان سر قوته. تاني حاجة التضحية بدمائهم ومالهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ضحى بماله كله عشان الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم تركوا بيوتهم وأهلهم في مكة عشان الهجرة. دي تضحية مش أي حد يقدر يعملها، إلا ناس كانوا فعلا مخلصين. تالت حاجة القدوة الحسنة، كل صحابي كان ليه ميزة بتميزه عن الآخرين. سيدنا أبو بكر كان نجم في الصدق والإيمان الثابت، كان أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، حتى في رحلة الإسراء والمعراج. سيدنا عمر كان نجم في العدل والقوة، كان بيخاف منه الشيطان مجرد ما يمشي في طريق، كان بيقيم العدل والمساواة بين الناس بالقوة والحزم والرحمة. عذرا. سيدنا عثمان رضي الله عنه كان نجم في الحياء والكرم، كان كريم جدا، جاهز جيش العسرة من ماله الخاص. فناس زي دي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان نجم في العلم والشجاعة، وكلنا عارفين وقرينا عن علمه، كان أول من آمن من الصبيان، وكان ليه مواقف بطولية كتيرة ما نقدرش ننساها. كلهم كانوا نجوم عشان إيه؟ جمعوا ما بين الأخلاق الحلوة، العمل الصالح، النية الصافية، كل الحاجات دي.
زي ما شفنا نجوم من الزمن اللي فات وهم الصحابة، تعال نشوف نجوم من الزمن اللي احنا فيه. النجوم مش في السماء بس، النجم الحقيقي في حياتنا دلوقتي هو اي حد بيحدث فرق في حياة غيره. مش لازم يكون اسمه معروف ولا مشهور، لا. تعالوا ناخد امثله من الواقع. دكتور مجدي يعقوب ده نجم الانسانيه، نجم انساني حقيقي، ها، جراح قلب عالمي، كان ممكن يشتغل في اي مكان في العالم ويحقق ثروه طائله ضخمه لنفسه ويقول لك نفسي وبس، لكنه اختار يرجع لمصر ويفتح مركز قلب، ها، وحط علمه ونجاحه في خدمه الناس المحتاجه. محمد صلاح كان نجم رياضي عالمي، كان الناس عارفه شهرته ونجاحه، مش نجم عشان بيجيب جون في ماتش، لا 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 لا، ده نجم عشان متواضع، نجم عشان بيتبرع لمساعدة الفقراء في بلده، بيظهر صورة مشرفة للمصريين، تأثيره إيجابي أكبر بكتير من مجرد لعبة وإنه بيجيب كورة في الجون. الحاج عماد بتاع الخضار ده نجم بسيط، ليه؟ إنه بيفتح محله من الفجر وبيسعى على رزقه وبيبيع للناس كل يوم، ها، بيفرح لما يشوف أطفال بياخدوا خضار منه، ها، والناس بتاخد منه وبيساعدهم اللي ما عندوش. هو نجم مؤثر في محيطه، ها، بيفرق في كل اللي حواليه، سواء المهندس فلان او الدكتورة فلانة. كل واحد فينا يعرف شخص زي المهندس والدكتور والمحاسب اي حد اللي بيتقي ربنا في شغله وبيصمم مباني آمنة، ها، ده مهندس ناجح. الدكتورة اللي بتتعامل مع المرضى بكل رحمة وإنسانية، دول نجوم في حياتنا اليومية. طب ايه دستور النجوم؟ يعني ايه صفات النجوم؟ صفات النجوم اول حاجة هي ظاهرة في القرآن بوضوح، القرآن والسنة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني حياتك كلها تكون لله، ده سر الإخلاص. تاني حاجة حب الخير للناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني النجم الحقيقي هو اللي بيحب يشوف الناس كلها كويسة، كل الناس في حالة محترمة، حالة كويسة، متعلمة، ينفع غيره، كل الناس كويسة. طب ايه صفاتهم؟ صفات النجوم اللي بجد، مش النجوم مال وشهرة أول حاجة بتميزه بالعطاء بلا حدود. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أعطى حياته كلها للإسلام. فالنجم الحقيقي هو اللي بيعطي من وقته، من علمه، من ماله، من حبه، من غير ما يستنى حاجة بالمقابل. تاني حاجة بيكون ليه تأثير إيجابي. مجرد وجوده في حد ذاته كان بيخلي المكان اللي فيه أحسن، بكلمة حلوة أو طيبة، بابتسامة، بنصيحة. تالت حاجة بيبقى عنده مواجهة وإصرار. مواجهة وإصرار، النجم ما بيستسلمش قدام الصعوبات، لا، ده بيواجه وبيتعلم من فشله وبيكمل لغاية ما يحقق هدفه. النجوم الحقيقيين مش بعاد عننا يا جماعة والله. النجم الحقيقي ده ممكن يكون جارك اللي جنبيك، مدرس ابنك، حتى انت نفسك. كل واحد فينا جواه نجم، كل
واحد جواه نجم، بس محتاج اللي يظهره، ها، اللي يظهر نوره. فدايما خلي إخلاصك محركك، أخلاقك هي دليلك، ها، تأثيرك الإيجابي هو بصمتك. في الآخر يا جماعة لازم نعرف إن أنت في حد ذاتك نجم، بس ابحث في نفسك على إيه الشيء اللي هتبقى نجم فيه، بالأخلاقيات، بالمعرفة، بالتطور المستمر، بحسن الظن بالله. كل الكلام ده كلمة نجم، مش نجم مجرد شهرة ومال، أو واحد على السوشيال ميديا، أو واحد على الفيسبوك، أو لا لا لا، أو مذيع مشهور. لا، النجم الحقيقي بيكون مخلص، بيكون بيعمل لوجه الله. نجم الحقيقي عطاء بلا حدود، تأثيره إيجابي، ليه صفات كتير. يلا قوم وابحث في ذاتك عن نجوميتك، وإن شاء الله ربنا هيوفقك. وأخيرا شكرا لوقتكم، ربنا، ويا رب يا رب يا رب كلنا كده نبقى نجوم في سماء الحياة والإنسانية، ونكون مؤثرين لغيرنا، ونسيب بصمة في حياتنا تنفعنا وتنفعنا بعد ما ماتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.